السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ضهري انكسر حرفيا بسبب والدي. هو عنده 75 سنة وكنت شايفاه قدوة، بس هو مش طلع قدوة ولا حاجة، وطعنا في ظهرنا وأنا اللي شلت الليلة. وهو المسؤول وكنا بنفتخر بيه جدا، بس طلع بيكون الأمان. هو شغال في شركة بقاله 25 سنة مع صحابه، وكان ماسك منصب مهم في الشركة، وعرفنا بعدها ان هو كان عليه ديون بمبلغ 7 مليون جنيه. وكان خلينا عايشين في مستوى عالي جدا، واكل ولبس وجامعات خاصة. اي حاجة كنا بنشاور عليها كان بيجيبها لنا. وكان عندنا 4 شقق ملك، لحد ما في يوم قال لنا فجأة: جهزوا عقود الشقق والذهب بتاعك ولما اجي هفهمكم. انا ما شكتش فيه لحظة، طلع عايز ياخد تحويشة عمري من ذهبي اللي بحوش فيه من زمان ومن شغلي، وكان بمبلغ كبير جدا. وفوجئت جاي معاه ناس عشان ياخدوا الشقق والدهب. عرفت بعدها ان هو كان بياخد رأس المال من الشغل اللي ماسكه، وبيصرف علينا من الفلوس دي من غير علم صحابه، عشان يفضل معيشنا في المستوى العالي ده. ولما هم غيروا الإدارة وبدأوا يراجعوا الحسابات، طالبوه بكل الفلوس دي، فقرر يضحي بالشقق وذهبي وتحويشة عمري عشان يسدد كام شهر من اللي عليه. وانا منهارة، ليه انا اللي ياخد ذهبي؟ انا اللي دفعت تمن غلطة عمره. انا كمان بعد ده كله مطلوب مني اصرف على اهلي واجهز نفسي، وانا اصلا بقيت من غير حاجة، واختي متجوزة واتعمل لها احسن فرح واحسن جهاز، وعمري ما جبت منها. بس انا شقيت قوي واشتغلت وتعبت وجيت على نفسي، وانا اللي اتاخد مني كل حاجة، ونفسي اسيب البيت واهرب، ومش عارفة اتعامل معاه نهائي، ومش عارفة اعمل ايه. قولوا لها رأيكم ايه في التعليقات، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين.